مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. من نشرة اخبار الفضائيه الرياضيه لهذه الفتره يقدمها لكم محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. توسع الخدمات التعليميه في مديريه فرو. جهود للتخلص من حاويات المبيدات الحشريه. دعوة لزراعة الخطوط لرفع الإنتاج الزراعي في الإقليم الأوسط. إسرائيل تشن هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق. استنفار عسكري في فنزويلا قبل وصول سفينة بريطانيا إلى شواطئ فيينا. البنتاغون يرسل طائرة فضائية في مهمة سرية أخرى قد تستمر لسنوات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أوضح مسؤول مدارس مديرية فرو الأستاذ إسماعيل علي أن جهود حملة تعزيز العملية التعليمية في المديرية أحدثت تغييرات كبيرة على أرض الواقع، وقال أن عدد المدارس ارتفع بنسبة 33% في الفترة من العام 2014 إلى العام 2023، منها 3 مدارس ابتدائية وروضة أطفال واحدة شيدت بوسائل حديثة، وأشار إلى زيادة عدد الطلاب بنسبة 38% خلال السنوات العشر الماضية. وذكر أن عدم تجمع القرى يعد من المشاكل الرئيسية التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية، حيث يتم تدريس الأطفال الذين فاتهم التعليم في العمر النظامي في برنامج عريوت للحاق بأقرانهم. وحول برنامج تعليم الكبار أوضح عدم وجود من لم يمحي أميته في العديد من المناطق، داعيا للدفع بتجميع القرى. هذا وتوجد في مديرية فرو 11 روضة أطفال و24 مدرسة ابتدائية و10 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة. أعلنت وزارة الزراعة أنها تعمل للتخلص من حاويات المبيدات الحشرية المستخدمة بحذر شديد. وأوضح مسؤول وحدة السيطرة على الكيميائيات الزراعية السيد غالب حيلي أن الاهتمام ممنوح إلى جانب التخلص من حاويات المبيدات الحشرية لغسل سيارات رش المبيدات لضمان صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وشدد على خطورة حاويات المبيدات المستخدمة، حيث تعمل وزارة الزراعة للتخلص الآمن منها بالتعاون مع المنظمة الدولية للغذاء والزراعة والشركاء الآخرين بتركيب آلة سحق البراميل في دعر قاولوس. وقد تم حتى الآن سحق أكثر من 6000 من براميل المبيدات الحشرية وتخزينها بشكل آمن. وقال أن الآلة التي تم تركيبها تعمل في ضغط حجم البرميل بطول 87 سنتيمترا إلى حوالي 7 سنتيمترات لعدم استخدامه في المنزل ومكافحة التلوث البيئي. وحذر بأن الاستفادة من براميل المبيدات الحشرية في الاستخدام المنزلي خطير جدا، ويجب مستخدم المبيدات وخاصة المزارعين لتوخي الحيطة والحذر، وتسليم حاويات المبيدات المستخدمة والمبيدات المنتهية الصلاحية لأقرب مكتب لوزارة الزراعة. يذكر بأن وزارة الزراعة قامت بالتخلص من عام 2011 وحتى العام 2021 من حوالي 364 طن من المبيدات المنتهية الصلاحية المجمعة في المخازن بمختلف مناطق البلاد منذ الاستغلال بطريقة آمنة وبإجراء الدراسات اللازمة. وجهت وزارة الزراعة دعوة للمزارعين في الإقليم الأوسط باستخدام زراعة الخطوط لزيادة الإنتاج. وأوضح كبير خبراء الوزارة سيد بخراتين هابتي في التدريب الذي نظم في النقاط الزراعية لمديريتي أسمرة وقال نفحي يومي 28 و29 من ديسمبر أن زراعة الخطوط تسهم في رفع المحصول بنسبة 80% مقارنة بزراعة النثر. وذكر أن هدف مدرسة المزارعين في حقول المزارعين ستمكن المزارعين من فهم الأمراض والآفات في حقولهم إلى جانب رفع الإنتاج الزراعي. ودعا ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات هيلي المزارعين بمراقبة الوضع الزراعي بتسيير دوريات منتظمة لحماية محاصيلهم من الأمراض والآفات واتباع إرشادات الكادر الزراعي. هذا وألقيت في المناسبة محاضرات حول فوائد المناحل الحديثة وكيفية صناعتها ورعاية النحل. دعا مكتب التعليم في مديرية كرن المجتمع لمنح الاهتمام الكبير للاستثمار في التعليم قبل النظامي لفوائده المزدوجة. وأوضحت المشرفة التربوي للتعليم قبل النظامي في مديرية كرن الأستاذة هيوت زرإزجي أن التعليم قبل النظامي هو الأساس للطالب ولا يجب النظر إليه كتمضية وقت ولعب فقط. وقالت أن التعليم المقدم للطفل من سن 4 إلى 6 يكون بالوسائل المرئية والمسموعة والمحسوسة والجاذبة والصور، لذلك يترسخ سريعا. وأشارت إلى أنه يخلق الثقة بالذات لدى الطفل لشمله محتوى اجتماعي وأخلاقي وكفاءة وقدرة جيدة في توضيح الآراء والأفكار.
وذكرت أن التعليم التمهيدي هو بمثابة إعداد للتعليم النظامي، وأن الطفل الذي مر بالتعليم قبل النظامي يكون أفضل كفاءة من الأطفال الآخرين. هذا وتوجد في مديرية كارن 22 روضة أطفال. كرمت مدرسة إبراهيم سلطان الثانوية في مديرية قالة نفحي 28 من طلابها المتفوقين من أعضاء الدفعة 35 في الخدمة. الطلاب الحاصلون على التكريم حققوا نقاط عالية في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2022 و2023، وسجلوا ما بين 3 إلى 4 نقاط كاملة. ومن بين الطلاب المكرمين حصل 6 منهم على 4 نقاط كاملة. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ مليون سيمون في الحفل الذي أقيم يوم 30 من ديسمبر الطلاب المميزين وأولياء أمورهم ومعلميهم، داعيا للحفاظ على التفوق التعليمي. ومن جانبه أوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية قالة نفحي الأستاذ دانيال سلمون ومسؤول وحدة المدارس الثانوية الأستاذ يوهنس سلمون أن المعلمين هم رسل التغيير والمدارس هي أماكن التغيير، موصين الطلاب المتفوقين لتقوية الجهد للوصول إلى المرتقى. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سوريا وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع السورية، وذكرت مصادر إعلامية أنها تشمل قاعدة للدفاع الجوي جنوبي البلاد. وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن الضربات استهدفت قاعدة تابعة للدفاع الجوي للجيش السوري ونقطة رادار في منطقة تل الصحن بمحافظة السويداء القريبة من دمشق جنوب غربي سوريا. وما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد بأن غارات إسرائيلية استهدفت موقع للدفاع الجوي السوري في محافظة السويداء جنوب البلد، وكذلك قرب مطار دمشق الدولي. وكان مطار دمشق قد خرج عن الخدمة بعد أن استهدفته غارات إسرائيلية في أواخر نوفمبر إثر ساعات فقط من استئناف الرحلات الجوية في أعقاب هجمات مماثلة في الشهر السابق. أمر رئيس نيكولاس مادورو القوات المسلحة الفنزويلية بإجراء تدريبات دفاعية في شرق البحر الكاريبي بعد أن أرسلت المملكة المتحدة سفينة حربية باتجاه المياه الإقليمية لغويانا في الوقت الذي تتنازع فيه الدول المجاورة في أمريكا الجنوبية على منطقة حدودية كبيرة. وقال مادورو أن 6000 جندي فنزويلي بما في ذلك القوات الجوية والبحرية سينفذون عمليات مشتركة قبالة الساحل الشرقي للبلاد بالقرب من الحدود مع غويانا. ووصف مادورو الوصول الوشيك للسفينة البريطانية HMS ترينت إلى شواطئ غويانا بأنه تهديد لبلاده. وقال أن نشر السفينة ينتهك الاتفاق الأخير بين دول أمريكا الجنوبية والذي تم التوقيع عليه في سانت فينسنت في وقت سابق من هذا الشهر. هذا وتخوض فنزويلا وغيانا حاليا نزاعا حدوديا حول منطقة إسكيوبيو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بحجم ولاية فلوريدا وتوجد بها احتياطات نفطية هائلة قبالة شواطئها. أقلعت طائرة فضائية أمريكية على متن صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء متأخرة أكثر من أسبوعين بسبب مشاكل فنية. هذه هي الرحلة السابعة للطائرة إكس 37 بي التي سجلت أكثر من 10 سنوات في المدار منذ ظهورها لأول مرة في عام 2010. استغرقت الرحلة الأخيرة وهي الأطول حتى الآن 2.5 عام قبل أن تنتهي على مدرج مطار كينيدي قبل عام. لم يذكر مسؤول القوى الفضائية المدة التي ستبقى فيها مركبة الاختبار المدارية هذه أو ما هو موجود على متنها، بخلاف تجربة وكالة ناسا لقياس تأثيرات الإشعاع على المواد. الطائرة إكس 37 بي تقلع عموديا مثل الصواريخ، ولكنها تهبط أفقيا مثل الطائرات، وهي مصممة لتدور في مدار يتراوح ارتفاعه بين 240 كيلومترا و800 كيلومتر. في الخبر الأخير، انضمت الشرطة الفيدرالية إلى وكالة الحفاظ على التنوع البيولوجي الحكومية في سلسلة من العمليات الأخيرة للقبض على عمال مناجم الذهب غير القانونيين وتدمير معسكراتهم ومعداتهم. وبدأت حكومة الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا زيلفا بالفعل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين في محميات السكان الأصليين، لكن ذلك دفع بعض عمال المناجم إلى الانتقال إلى غابات أخرى حيث لم يكن هنالك سوى القليل من التنفيذ. وتعهد لولا بالقضاء على التعدين غير القانوني وإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.
ويمثل هذا تراجعا حادا عن سياسة سلفه جاير بولسونارو الذي تعرض لانتقادات عالمية بسبب تخفيف الضوابط البيئية، ومنح قاطعي الأخشاب وعمال المناجم بشكل غير قانوني حرية الوصول إلى منطقة الأمازون. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. توسع الخدمات التعليمية في مديرية فرع. جهود للتخلص من حاويات المبيدات الحشرية. دعوة لزراعة الخطوط لرفع الإنتاج الزراعي في الإقليم الأوسط. إسرائيل تشن هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق. استنفار عسكري في فنزويلا قبل وصول سفينة بريطانية إلى شواطئ غيانا. البنتاغون يرسل طائرة فضائية في مهمة سرية أخرى قد تستمر لسنوات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.